أعتقد أن الشباب أحسن من حيث النتائج معنويا نفسيا من كل النواحي، ما عليه أبدا أي ضغوطات. أعتقد أن أتوقع أن الشباب راح يفوز، مو بتقليلا في الرستاق فريق نعم يمتلك عناصر ممتازة، فريق جيد جدا، لكن بحكم أن الشباب في هذا الموسم غير مختلف عن كل المواسم، أعتقد أن الشباب أقرب من وجهة نظري. والله توقعاتي يفوز نادي الشباب اليوم إن شاء الله 3-1، وتوسيع فارق الصدارة بين نادي الشباب ونادي الظفار، لأن نادي الظفار اليوم انهزم على الدفنجة، وهذه فرصة لنادي الشباب لتوسيع الفارق. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر أداء نادي الشباب على هذا ما قدموه في هذه الفترة، إن شاء الله اليوم بإذن الله فايزين الشباب قده.
الله أداء نادي الشباب صراحة يطمن في حصولنا حال الدوري على هذا الأداء، نريد أن نستمر على هذا الأداء وإن شاء الله الدوري إن شاء الله بناخذه. والله نادي أداء ممتاز صراحة وفي تقدم، يعني أداء بالي يتحسن يعني بعد. لعيون الشباب صراحة جينا، أنت لو تشوف ما شاء الله الجماهير يعني متواجدة بس عشان الصدارة، وبإذن الله تعالى الصدارة جاية يعني إن شاء الله.